السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متتبعي الكرام، مرحبا بكم في القناة ديالكم شيوات الدار مع بشرى. الاقتراح ديال اليوم هو طريقة ديال تحضير اللوبيا البيضاء، تتجي رائعة جدا لذيذة معلكه والمريقه ديالها خاتره بواحد الطريقه مبسطه جدا. كيف ما قلت لكم مقادير مضبوطه ناجحه للمبتدئات. نتمنى تتبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير وتجربوها، وانا اكيده انها غتنجح معكم. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. بسم الله. تنحتاجو كيف ما تتشوفوا معايا هنايا نص كيلو ديال اللوبيا شعره، عفوا اللوبيا ديك اليابسه البيضاء راكم تعرفوها. تناخذها تنغسلها مزيان شي 2 حتى 3 المرات، تنقيها وتنقعها ليله كامله. ضروري البنات تتنقعوها في الماء. بالنسبه للوبيا الاختيار تيبقى راجع لكم، ديروا هاد الطويله كيف ما درت انا ولا ديروا ديك المكركبه، تجي حتى هي لذيذه وزوينه. وصراحه انا تنفضل هذيك المكركبه الغليظه، ولكن انا متوفره عندي هاد الطويله هذه. غادي ندوز المقادير الثانيه اللي هي 1 2 مطيشات. تناخذوهم تنعصروهم من الزريعه ديالهم وتنحكوهم. تنحتاج 4 ديال الضروس ديال الثومه، واحد البصله محكوكه صغيره. تنحتاج كذلك الابزار والفلفل الاحمر، الكركم، سكينجبير والملحه. وتنحتاج كذلك كيف ما غادي تشوفوا معايا واحد المعلقه من معجون الطماطم. ضروري البنات معلقه ديال معجون الطماطم والقزبور والمعدنوس. بالنسبه للوبيا راه تتبغي البنات القزبور والمعدنوس بزايد، تقدروا تدكوهم مع الثومه، ولكن انا غادي ندير القزبور والمعدنوس والمعلقه ديال معجون الطماطم في الاخر هما والملحه. الطريقه كيف ما قلت لكم سهله. وما نساوش البنات زيت الزيتون. بالنسبه للوبيا تتبغي كذلك زيت الزيتون البنات، ما تنديرش فيها كيف ما قلت لكم زيت الروميه. وتتبغي معجون الطماطم. انا ما تنديرش البنات فيها الكمون. اول حاجه غنديروها هي اننا غنشللوا هاد اللوبيا هادي وغادي نديروها تستقطر مزيان، وغادي نمروا باش غادي نحضروا اللوبيا. والطريقه كيفاش غادي نبداها معكم البنات من الاول، يعني من اول مرحله ان شاء الله غنبقى معكم حتى الاخر على بركه الله. غادي نجيبوا اللوبيا من بعد ما استقطرناها غادي نحطوها على جنب، وغادي نجيبوا طنجره الضغط. غادي نديروها على النار. ضروري البنات كيف ما تنقول لكم دائما النار تتكون مهيله. الحاجه اللي تطيب في المهل راه تجي رائعه. تندير كيف ما شفتوا معايا درت 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون كبار مملوئين البنات. ضفت عليهم كيف ما شفتوا معايا بصله محكوكه، ضفت عليهم دوك 2 ديال المطيشات اللي حكيناهم، وضفت كذلك الضروس ديال الثومه محكوكين. بالنسبه للبنات الثومه غنحكها، اللي بغى يديرها يقرضها، اللي بغى يدقها كيف ما قلت لكم مع الربيع تيبقى راجع ليه. غادي ندير البنات معلقه ديال الكركم، معلقه ديال السكينجبير، نصف ملعقه من الابزار، ومعلقه من الفلفل الاحمر. وصافي هادو هما المكونات اللي غادي نديرو فقط في العطريه. ما تنديرش انا الكمون في اللوبيا لان صراحه تجيب لها كمون احسن والذ. صافي غادي نقلي ضروري البنات هاد الصوص هادي مزيان حتى تتقلى. ضروري البنات من هاد المرحله قليو لاصوص ديالكم مزيان، قليوها جيدا. من بعد ما غادي تقلى غادي نضيف عليها البنات هذيك اللوبيا من بعد ما صفيتها وخليتها قطرات مزيان. عاود هذا كيف ما قلت لكم واحد الطريقه وواحد السر اللي تعطي واحد لوغو زوين 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 بزاف اللوبيا ديالنا، هو اننا تنقليو هاد الصوص هادي. من بعد غادي نضيفوا عليها البنات اللوبيا من بعد ما قطرات، وغادي نقليوها ضروري. كل ما قليناها البنات وعلى نار مهيله تتجي ملدده معنا وتتجي معلكه. كيف ما تتشوفوا من بعد ما قطرتها ضفتها غادي نبقى نقلي فيها مزيان. وفي هذه الاثناء البنات غادي ندير الماء ديالي الطيب. غادي ندير تقريبا بالنسبه لنص كيلو انا غادي ندير يطرو نص ديال الماء حتى تيطيب داك الماء مزيان. ما عمركم البنات تمرقوا بالماء بارد، وهذه نصيحه للمبتدئات، دائما تمرقوا بالماء سخون.
باش الحاجه ما تتعصاش معانا. بالنسبه للوبيا راه ما تنديرش انا الملح في الاول باش دغيا تذوب معايا تطيب مزيان. كيف ما شفتوا من بعد ما تقلات مزيان تقريبا راه شي 15 دقيقه على نار مهيله، وانا تندي ونجيب في هاد الصوص هادي تنقليها مزيان كيف ما قلت لكم وكيف ما وضحت لكم انني غادي نشارك معكم الاسرار ديالها. شوفوا البنات حتى طلقات ليا واحد الماء معلك، من بعد غادي نمرقها كيف ما تتشوفوا درت ليها تقريبا اطر ونص ديال الماء الكافي، حيت انا ما غنبقاش نزيد الماء اللي غيطيبها ليا. كيف ما شفتوا نص كيلو ديال اللوبيا درت ليها اطر ونص ديال الماء، غطيتها بالماء، غادي نسد عليها وغادي نخليها واحد نصف ساعه على نار مهيله. من بعد غنرجع معكم من بعد ما مرات عليها كيف ما شفتوا معايا نصف ساعه. غادي نضيف ليها ملعقه كبيره من مركز الطماطم، مركز الطماطم معلقه، وغادي نضيف ليها كذلك معلقه كبيره من القزبور والمعدنوس مقرض او مدقوق مع الثومه تيبقى راجع لكم. غادي نضيف الملح وغادي نسد عليها عاوتاني واحد 10 ديال الدقائق حتى تذوب ديك الطماطم والملح والربيع تينسجم مع اللوبيا وتتعلك. وغادي نضيف كذلك واحد 2 مزاود ديال الحار. دابا كيف ما غتشوفوا معايا غادي نسد عليها طنجره ديال الدقائق. الطنجره نسد على الطنجره 10 ديال الدقائق ولنا عوده. شوفوا البنات ضروري نحركوا ديك اللوبيا باش تذوب، ولا غتاخذوا واحد المعلقه من المرق د اللوبيا وتذوبوها عاد تضيفوها. ما تنحركوش البنات بزاف باش ما تتعجنش. من بعد ما مرات 10 ديال الدقائق تنحصلوا على اللوبيا على هذا الشكل معلكه يا البنات وخاتره ومن ألذ ما يكون. نتمنى تجربوا اللوبيا بهذه الطريقه، انا اكيده انها غتولي معتمده عندكم. واللي تصادف كما قلت لكم القناه ديالكم شهوات الدار مع بشرى، نتمنى تشتركوا معايا في القناه وتشجعوني باش نبقى دائما نعطيكم الجديد. ودمتم في امان الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده. نتمنى يعني تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما تتشوفوا راه تتجي معلكه، تتجي رائعه، تتجي من ألذ ما يكون. نتمنى منكم صدقا تجربوها وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وغادي نخليكم مع هاد الصور ديال الطبق ديالنا والشكل النهائي. دمتم سالمين.